كل هذا الكلام مقدمة للوحات التي سنعرضها اليوم، فبتكرار الشرح من فاته معلومة هنا يدركها هناك. انتبهوا وسامحونا على هذا المبحث لعل فيه إثقال عليكم. ثم لاحظوا بارك الله فيكم أن بحث الروم والإشمام والوقف بهما يعني فينا نقول عنه بحث تكميلي. بحث تكميلي، أنا أستطيع أن أقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة من أوله إلى آخره وأنا أقف بالسكون ولا أتعب نفسي بهذا المبحث. هذا مبحث تكميلي يحتاجه المتخصصون في تلاوة القرآن العظيم الذين تصدوا لنقل هذا العلم وفهمه وتلقينه للجيل التالي. يحتاجون فهمه نظريا ويحتاجون أداءه عمليا. نأتي إلى اللوحات التي تبين لنا شرح البيتين للإمام الجزري اللذين يتكلمان على هذا الموضوع. نرى على الشاشة باب الوقف على أواخر الكلم: وحاذر الوقف بكل الحركة لأنه في زمن النبوة هذا الأمر غير موجود، انقرض. ثم قال رحمه الله: إلا إذا رمت فبعض الحركة. إذن تكلم على الروم وأنه بعض الحركة. نرى على اللوحة: لا تقف العرب بالحركة الكاملة بل يقفون بالسكون المجرد أو بالروم أو بالإشمام فيما يصحان فيه، لأن الروم كما ذكرت لكم أيها الإخوة لا يصح في الفتحة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب، والإشمام يصح في الضمة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب. نأتي إلى تتمة الكلام. قال رحمه الله: إلا بفتح أو بنصب، يعني رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب. معناها أن المفتوح سواء كانت فتحته للبناء أو المنصوب الذي آخره فتحة علامة نصب يعني علامة إعراب لا يصح أن تبعض الفتحة، فالفتحة عند الوقف لم تكن القراء تبعضها، يعني لم يكن يقفون بفتحة صوتها منخفض، لا يفعلون ذلك بل يقفون بالسكون كما أسلفت. الروم، ما هو الروم؟ هو خفض الصوت عند الوقف. الروم خفض الصوت عند الوقف، ليس بكل الكلمة أيها الإخوة على الضمة أو الكسرة، إذن على الحرف الأخير الموقوف عليه. خفض الصوت على الحرف الأخير الموقوف عليه عند الوقف على الضمة أو الكسرة. لما قال الضمة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب، أو الكسرة أيضا سواء الكسرة كانت علامة بناء أو علامة إعراب، بحيث يذهب معظم صوتهما. معناها الصوت الباقي بيكون قليل أيها الإخوة، والصوت المحذوف أكثر. يعني قدره العلماء أن الثلث تقريبا، لو قسمنا الصوت هكذا تقسيم وهمي، يعني أن لو قسمنا الصوت إلى 3 أجزاء فإن ثلث الصوت يبقى وثلثاه يذهبان. تقسيم وهمي، يعني توهم العلماء أننا نستطيع أن نقول مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الحركة الكاملة، نستعين نو. أسمعتم هذا الصوت؟ يعني لو استطعنا أن نقسمه إلى 3 أقسام، قسمان ذهبت وبقي الثلث، ثلثا الحركة يعني ذهبت وبقي، يعني هكذا يصير: وإياك نستعين نستعين والله عليم حكيم حكيم، هكذا ضم صوتها منخفض. يكون هذا بالتدريب، ولا نقول حكيم هكذا ضمة كبيرة، لا. نعود إلى اللوحة. هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما، نحو نستعين، الرحيم، الله. هذه بالنسبة للسطر الأول كلمات آخرها ضمة. السطر الثاني كلمات آخرها كسرة: الدين،
مالك، الفيل. إذن نخفض الصوت، هذا هو الروم أيها الإخوة.